اهلا بيكم في حلقة جديدة من شرح السي شارب. طبعا في البداية احب اشكر كل الناس اللي دخلت سألتني على الحلقة وكل الناس اللي دخلت تطمن عليا، واحب طبعا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، لسه خارجين من عيد. ومعلش التقصير ده كان مني انا، معلش انشغلت شوية، بس ان شاء الله هنفضل زي ما احنا ننزل حلقة كل اسبوع على الاقل. بس هو الفترة دي بس انشغلت فيها شوية، وطبعا بالضرورة مش محتاج افهمك. طبعا حلقة جديدة، لو ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت روح اتفرج عليها علشان هتكون مبنية عليها بنسبة كبيرة. وبس كده عشان ما اطولش عليكم، ويلا نروح على البرنامج بتاعنا. طبعا احنا وصلنا اهو للبرنامج بتاعنا. النهارده هنتكلم عن الجزء التاني من الاوبريتورز اللي هو الاساينمنت اوبريتورز، وهنتكلم وناخد تجربات بسيطة. هو النهارده ان شاء الله هيكون درسه بسيط، بس محتاج تركيز سنة بسيطة علشان ده هنحتاجه كتير جدا بعدين الاوبريتورز او المعاملات. طبعا بعد وصلنا للبرنامج بتاعنا هنشوف احنا هنتكلم على ايه. النهارده هنتكلم عن الجزء التاني من الاوبريتورز. هو الاوبريتورز ان شاء الله هتتشرح في 4 حلقات. النهارده هتبقى الحلقة التانية هنشرح فيها الاساينمنت اوبريتورز. هنتكلم عن ايه؟ طبعا هسيبها لك في مالتيبل لاين كومنت عشان تعرف النهارده اتكلمنا عن ايه. المالتيبل لاين كومنت تعمل سلاش علامتين فيه، بعد كده سلاش تاني، وتيجي هنا انتر وتحط كل اللي انت عايزه. تمام. هنتكلم النهارده عن يساوي، بس دي مش equal to يعني، والزائد يساوي، والناقص يساوي، والفي يساوي، وطبعا في مودولس يساوي، يعني في العلامة اللي هي بيساوي وفي division يساوي. تمام كده احنا كتبنا تمام احنا كده كتبنا ال... تمام. هديكم المثال دلوقتي. تمام، لو قلنا دلوقتي هنعمل 2 variables int. تمام، هنسمي واحد مثلا xx والتاني zz، ونروح قافلين طبعا بسيمي كولوم، وهنقول له ان الاكس اكس هنا بتساوي 5 والزد زد هنا بتساوي مثلا نقول 9. تمام، وهنستخدم اول واحدة اللي هي بقول لك تقول. تمام، هنقول مثلا ان الاكس اكس بتساوي الزد زد. تمام. عشان نعرف النتيجة بتاعتهم ايه هنروح حاطين سي دبليو دبل تاب، ونروح عاملين هنا تمام. هنروح عاملين اول واحدة هنا نقول الاكس اكس، ونروح جايين هنا قايلين له ان دي بتساوي الزد زد. تمام، هنا دي علامة تقول. ليه بقول لك؟ لان هنا مثلا لو دوسنا دلوقتي كنترول F5 هتشوف ايه اللي هيحصل، بس طبعا لازم نسيب مساحة بين دول علشان نشوف ايه اللي هيحصل. دي بتساوي 5 ودي بتساوي 9، وهنا قلت له ان الاكس اكس بيساوي الزد زد. لو دوسنا كنترول F5 هتلاقي ان قالك الاتنين ب9. ده ليه؟ ده بكل بساطة خلى واحد من الاتنين بيساوي التاني. طيب دلوقتي انت تقول لي انا اعرف ازاي انهي واحد اللي هيساوي التاني؟ هقول لك ان دايما اللي على اليمين هو اللي بيفضل ثابت مكانه، واللي على الشمال هو اللي بيبقى زيه. يعني انت مثلا دلوقتي لو بدلنا الاتنين دول هتلاقيهم الاتنين ب5. ليه؟ لو شلنا دلوقتي دي مثلا خليناها الاكس اكس، وشلنا دي خليناها الزد زد، هتلاقي ان ايه؟ هتلاقي ان دايما اللي على اليمين هو اللي بيفضل ثابت، واللي على الشمال هو اللي بياخد قيمته. عشان تتأكد هتحتاج ان احنا نعمل كنترول F5 ونشوف النتيجة. الاتنين ب5. تمام كده فهمنا اول واحد. بعد كده الباقي كله سهل جدا. ليه؟ الباقي كله ده بيختصر عليه خطوة. ازاي؟ دلوقتي لو قلنا مثلا دول احنا هنعملهم كومنت ونسيبهم. لو قلنا مثلا دلوقتي ان الاكس اكس بتساوي 5 زائد اكس اكس، يعني هنزود عليها 5. دي طبعا سوري زائد 5. طبعا دي لو جينا هنا وقلنا له سي دبليو
اللي هي console.writeLine، وقلنا له اطبع لنا قيمة الاكس اكس، دوسنا كنترول F5. هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان الاكس اكس كانت ب5، واحنا هنا زودنا عليها 5 بقت ب10. تمام، مفيهوش خلاف. بس هنا دي هيعملها على خطوتين، بمعنى هيروح جاي هنا جامع الاكس اكس وال5، وهيروح جاي في خطوة تانية مزودها على الاكس اكس. دي احنا ممكن نختصرها ازاي؟ نروح شايلين الاكس اكس دي خالص، ونروح شايلين الزائد دي، وهنروح جايين هنا وحاطين زائد. هنا هيجمع الاكس اكس وال5 في خطوة واحدة. يعني دلوقتي لو دوس كنترول F5 هتلاقي برضو ان النتيجة 10. ده كده اختصر خطوة، ودي افضل علشان تسهل على البرنامج بتاعك. لو في طبعا حاجات كتير ومئات السطور ده هيفرق كتير جدا، وده بقول لك عشان كده لازم بعد كده نفكر في موضوع ان احنا نسمبل كل كود على قد ما نقدر. والطرح بنفس الطريقة. لو انت جيت هنا مثلا حطيت، بس دي طبعا عشان ما تبقاش صفر ممكن نخليها 2، وقلت له اكس اكس ناقص ويساوي، هيعمل ايه؟ هيروح قايل لك 3. ليه هيقول لك 3؟ لان هو هيشوف هنا ان الاكس اكس 5، احنا هنا معرفينها ب5، وهيروح منقص منها 2 فبقت 3. كده احنا عرفنا دول بيعملوا ايه. طبعا الفي بيساوي عرفنا ليه، علامة المودلز دي اللي انا قعدت اشرح فيها كتير عرفنا ليه، وعلامة العلى ويساوي عرفنا بتعمل ايه. كل ده بيختصر خطوة، بدل ما تعمل على بعد كده الاكس اكس، لا ده بيوفر عليك خطوة، وده بيسهل عليك في الوقت، وده بيسهل على البرنامج. وطبعا ما تنساش تخش لي على التليجرام، تخش القناة بتاعتنا عشان بنحط هناك اسئلة واجوبة بتاعتها، وبنساعد اي حد واقف في مشكلة. وبس كده، الحمد لله الدرس بتاعنا خلص. لو واقفة معاك اي حاجة خش اسألني. متنساش اللايك، الاشتراك، المتابعة للقناة عشان الجديد هيفيدك بإذن الله. بس كده، مع السلامة.